السلام عليكم. النهاردة هنتعلم ازاي نعمل الكب كيك بطريقة سهلة وبسرعة جدا. يلا بينا نشوف مع بعض المكونات. ادي انا جهزت كوباية لبن، وادي كوب الا ربع سكر، وادي نص كوباية زيت، ونص كوباية كاكاو غير محلى، وبيضتين حطيت عليهم ورقة فانيليا، وكوباية دقيق عليها ورقة بيكنج باودر. تمام كده. طيب انا هضرب المكونات دي كلها في الخلاط، بس الاربع مكونات اللي عندي الاولانية دي انا هضربهم في الخلاط واحوش منهم صوص حلو على جنب، ممكن احطه على الكب كيك من فوق. طب لو انا عندي نوتيلا او عندي شوكولاتة جاهزة سايحة ممكن اسيحها واحطها على الوش، يبقى تمام، مش محتاجة ان انا احوش واكمل عادي زي ما انا ان انا هضرب الاربع مكونات دول. وبعد ما اضربهم احط عليهم البيضتين عليها ورقة فانيليا، كوباية الدقيق وعليها ورقة بيكنج باودر. يلا بينا نضرب المكونات في الخلاط. ادي انا بعد ما ضربتها في الخلاط دهنت الصينيه بالزيت، بليت منديل زيت بسيط خالص، وبعدين دهنت بيه صينيه الكب كيك والصينيه دي كمان. تمام. وبدات ان انا ادلق الصوص بتاعي، وانا ما حطتش حبه على جنب لان انا عندي شوكولاته جاهزه فهدهن بيها الوش. وطبعا زي ما انتم شايفين ان انا ما مليتش العين للاخر عشان هي لسه لما ابتدت تنفش هتقب، فالمفروض ان احنا نملأ النص بس. تمام كده. طيب لو الصوص عندي وانا بضربه تقل مني ازود لبن. تمام كده. طيب انا دلوقتي بسخن الفرن عشان ادخل الصينيتين فيها. المفروض ان احنا نوطي على الفرن، نخلي الوالع تحت بس، ونحط الصينية على الشبكة، ونوطي الفرن على قد ما نقدر، ونسيبها براحتنا نص ساعة تقريبا او بالكتير. احنا مش هنفتح عليها، نبص عليها من الازاز. لو عندنا البوتاجاز فيه ازاز نبص عليها من بره. تمام. هتشوفيها وهي بتعلى، وبعدين يلا بينا ندخلها ونشوف مع بعض هنعمل ايه. ادي اهو انا دخلتها الفرن. تمام. انا مشغله تحت ومشغله المروحه. لو ما عندكيش مروحه عادي مش مشكله، بس حاولي ان انتي توطي عليها الفرن على قد ما تقدري. وهنشوفها بعد ما تعلى نص ساعه او تقريبا 25 دقيقه وهتكون خلصت. ادي شايفين بعد ما طلعتها من الفرن، وتحطي فيها شوكة او خلة وتشوفيها لما تطلع كده. بصي طالما طلعت معايا نضيفة يبقى هي استوت. اخدت الصينية دي اخدت ربع ساعة، بس الصينية التانية الكب كيك الصينية دي بتستوي بسرعة عشان هي خفيفة. الصينية التانية هتاخد شوية كمان، لسه ما استوتش وهي في الفرن. فطبعا زي ما انتوا شايفين بصوا طلع شكله جميل ازاي. طبعا انا هفضيه هحطه في الصينيه، وبعدين احط ادهنه بالنوتيلا او احط الشوكولاته السايحه، او لو انتي حايشه شويه من الصوص اللي احنا قلنا عليه. تمام كده. ادي اهي شفتوا بقى بعد ما بردت حبه. بصوا سهله ان احنا نطلعها، بصوا مش لازقه ازاي بسبب سنه الزيت اللي احنا دهناها. شايفين اللي هو بسم الله ما شاء الله جميلة. بصوا اللي هي مش لازقة. طيب يلا بينا بقى نحطها في الصينية. ادي اهي بعد ما خلصناها شايفين بقت عاملة ازاي. ادي دي اللي طلعناها، بصوا هشة ازاي ودهناها شوكولاتة من فوق، وادي دي كمان دهناها شوكولاتة من فوق. شايفين هشة وطرية ازاي. شايفين بس اللي هو حاجة يعني في منتهى الجمال، وفي البيت احسن من المحلات 100 مرة. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.